درنا بحال العام اللي فات خبز التورتيه ولا الساندويشات اللي راح تعتمدوه لو كان تجربوه كيما اللي اعتمدوه كاعيتك، ما يتكسر ما يتقطع كيما تشكله، يتشكل بثلاثه مكونات وطيبوا بزوج خبزات وتكملوا تمتم. قلت نعاود نديره لكم بما انه طيبته. الحاجه الاولى نحتاجوا كاس تاع حليب يكون دافي، ربع كاس تاع الزيت، ملعقه صغيره سكر، ملعقه صغيره ملح، والفارينه ديروا على حساب الكاس تاعكم تاع الحليب اللي درتو به واللي كيلتو به. ديري الفارينه وطمي، زيدي حطيها فوق طاوله العمل، عجنيها شويه برك تكون شويه طريه، خلوها ترتاح ما فيها لا خميره لا والو، سما ما راش تخمر لكم. 10 دقائق ترتاح باش هذيك العجينه تاعنا تجينا سهله هكا تولي تتجعد. شكلتها الى 9 كويرات ولا 8 كويرات على حسب حجم الخبزه. نزيدو نغطوها نخلوها ترتاح واحد 10 دقائق باش تنحللها بسهوله. من بعد نبداو نطيبوا بالزوج، نفتحوا زوج هكذايا رقاق، ندهنوها بالزيت، نرشوها بالفارينه ونفتحوا وحده فوق اختها هكذا كيما راكم تشوفوا. هادو زوج خبزات مفتوحين فوق بعضهم وفي وسطهم زيت وفارينه. دوكا نطيبوها على طاجين يكون قاوي من زوج جوايه، نبداو نقلبوا فيهم بشويه وشوفوا كيفاش راهي تتفتح هكذا. راهم زوج خبزات، حطوها في كيس غذائي ولا حطوها في طرشونه، لازم تعرق شويه كي تكون سخونه. من بعد كي تكملوا كاع الخبزات تاوعكم ابداو افصلوهم على زوج. هذا ما كان اقتصادي ساهل وبزاف بنين وما يتكسر لكمش كاعيتك. من بعد كي تكونوا حديروا الساندويشات، الجهه الطايبه ديروا داخلها الحشو والجهه اللي ماشي طايبه خلوها من برا. من بعد هذيك اللي من برا هذيك اللي تبريسيوها وتحمروها وتقليوها وديروا لها واش تحبوا. وهكذا انايا كان الطاكوس تاعي واجد. جربوا الوصفه، سجلوها. سلام.